تعالى النهارده اقول لك على قمر في منتهى الروعه والجمال، هتسمع عليه كل المباريات وتقعد في بيتك معزز مكرم. القمر ده يا جماعه اللي هو القاموس، انا بقول عليه قمر ابن لذينه في المباريات، لكن هو ملوش اي قيمه ولا اي لازمه عندنا. طبعا هو قمر اسرائيلي، بس عليه الباقه كلها، يعني بتسمع كل حاجه وانت في بيتك. القمر ده يا جماعه شرينج، ما باكلش نت خالص. القمر ده ممتاز جدا وثابت، وبصراحه في كل الخصائص اللي هي جميله، وما فيهوش اي حاجه خارجه عن القانون. يعني ممكن تسمع كل حاجه وانت في بيتك وانت واولادك، ما فيش اي مشكله فيه. يعني بصراحه على زي ما هو كده، على زي ما هو قمر. يعني هم محترمين نفسهم فيه شويه ولامين نفسهم، ما فيهوش اي قنوات خارجه ولا اي حاجه. تسمع كل المباريات، تسمع كل المباريات، حتى دوري ابطال افريقيا موجود فيه النهائي او قبل النهائي، بيجيب كل المباريات دي يا جماعه. بس هو بس التعليق الانجليزي ده ممكن نعمل زي ما قلت لك قبل كده، نجمد الصوت العربي مع التعليق الانجليزي، هيبقى ممتاز جدا. ده انا حبيت ارشح لكم النهارده قمر. لو حابب برضو تسمع كاس العالم الشهر الرحمن اللي جاي، برضو بيجيب كاس العالم يا جماعه بالتعليق برضو العربي. يعني حاجه بنت لذينه. فعشان كده بقول لك مرشح ليك القمر ده. القمر ده ممتاز جدا، لو هتركبه الحق ركبه كاس العالم وصلنا على النبي.